على روايات الانتظار. انت شايف لما يقول افضل اعمال امتي انتظار فرج، هاي الروايه يقول عليها امير المؤمنين هواي مثلها. هواي الائمه عليهم السلام يمتدحون الثابتين على ثقافه الانتظار. من نقرا الروايات اخوان الله يرعاكم ومن شوي نتامل بها نلقى الثبات على الانتظار مو شيء سهل. بعض الروايات اعطت ثواب كالمقاتل في فسطاط صاحب الزمان، بعضهم كالمتشحق بدمه بين يدي رسول الله، بعضهم كالضارب بسيف بين يدي. انا منتظر من خلال لسان الروايات وثقافه الروايات يتبين الانتظار فالشيء مو سهل. لذلك الله سبحانه وتعالى من خلال المعصومين اعطوا شنو؟ اجر الشهيد، اجر المجاهد في سبيل الله. بل عندنا بالروايه يقول الانسان اذا مات، وكثير شبابنا يسالون، انا الان سال واحد هذا بالسياره رجعنا الزياره، متى وانا محب لهذا العمل الجاي اشتغل به. احنا عندنا بالروايه يقول اذا مات اخرجوه من قبره وخيروه بين الحياه ونصره صاحب الزمان عجل فرجه الشريف او يبقى في قبره. قل له براحتك تقوم انت تنصر لان مات على هذا الامر. هذا الشيء يخلي الانسان يكون يعرف انه مساله الانتظار هواي بها تحديات. لما يعطيني اجر مجاهد في سبيل الله، شنو المجاهد في سبيل الله؟ يذكرنا بهذه الايه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. هذه الثقافه القرانيه. يقول لك انت الان انا جاي اعطيك اجر. نوبه انا بعض الاخوات يسالها والجهال شلعان قلبه وكذا وكذا، كان شنو ست فلوس. الله يقول على لسان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم: الجنه تحت اقدام الامهات. يعني ايش شنو الجنه بنات؟ لا، هاي الجنه اللي قاعد نتقاتل عليها. واقصر الطرق الى الله او الى الجنه الشهاده في سبيل الله، فوق كل بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. هاي الجنه اللي تركون عليها الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: تحت اقدامه. شوف المجال مثلا امور تستحق واقعا التامل، انه يحتاج الانسان الى صبر ومصابره وثبات. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بعد وما بدلوا تبديلا. ارجع للروايات حتى بعد ما اطيل عليك، شوف الثابتين على مساله الانتظار شنو لهم الاجر وما بدلوا تبديلا.